ضجة كبيرة أثارتها مجموعة من الصور للنجم المصري كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني من كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وذلك بعد تأجيل عرضه بسبب إغلاق دور السينما للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأحدثت الصور ضجة كبيرة وانتقادات وتعليقات متفاوتة بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعت بين النجمين في الصور لتجسيد الشخصيات التي يقدمونها في الفيلم، واعتبر البعض أنها مسألة عادية ولا تتعدى كونها تمثيلا، بينما تساءل البعض الآخر عن موقف النجم عمرو دياب من تلك الصور، لا سيما في ظل ما يقال من إنه يشعر بالغيرة الكبيرة على الشربيني. ويجسد النجم المصري دور مقدم برامج تلفزيونية يقع في مشاكل مع زوجته بسبب انشغاله الدائم في عمله، إلى أن تطلب منه الطلاق ويرفض هو ذلك، إلى أن يلتقي مع دينا ويقع في حبها وتجعله يذهب إلى المأذون للمرة الثانية ليتزوجها. وشارك النجمين في الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرون. والعمل من تأليف أيمن وقتار وإخراج خالد الحفناوي. شن المتابعين هجومهم على إطلالة ابنتي الفنان المصري عمرو دياب جنى وكنزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لهما بإطلالات صيفية جريئة. وشاركت جنى متابعيها بأحدث صورها مع شقيقتها كنزي خلال تنزههما في شوارع لندن، حيث تعيشان بأمان بعيدا عن أضواء شهرة والدهما. ويشار إلى أن جنى شاركت والدها الفنان عمرو دياب في ألبوم سهران من خلال أغنية جميلة من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور. وجنى عمرو دياب التي غنت مقطعا باللغة الإنجليزية. ويذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار، وبطولة الممثلة المصرية دينا الشربيني.